السلام عليكم، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ اموركم بخير؟ معكم يوميات عادل السعديه، قناتنا مشاركه فيها انا وراجلي، كنطلعوا فيها احنا بجوج. وكما قلنا لكم في التعليقات، نتوما عائلتنا واحنا ما عندناش عيله، وانتم هما العائله بتاعتنا، هما العائله بتاعتنا. وقد ما بكم ما تكبر القناه ان شاء الله نكبر القناه بيكم باذن الله. قناتنا حتكبر. عنده اراء في حاجه، انا مصري وهي مغربيه، متجوزين، معلش مفيش اولاد، لكن الحمد لله عايشين كويس زي الفل. فحبينا ان احنا كل واحد يقدم خبراته في الحياه. انا خبرتي يعني في الاكل جزئيا، لكن انا شغلي كان معدات مطابخ بتاع الفنادق والاجهزه. احنا كنا مصورين لكم من راس البر، فاش كنا في راس البر، ودابا احنا كنصوروا لكم. بنحب نروح رحلات ونتفسح والاكلات ونعملها وندوق الاكلات بره في كل المحافظات. مثلا اي منطقه بنروحها بنقول لكم احنا رحنا فين ونقول لكم كلنا ايه. ويا ريت الناس اللي متابعينا يقولوا لنا من اي بلد. الناس واحنا نروح لهم، اي حد في المحافظات يقول لنا هو منين، يجونا يقولوا لنا مين تابعينا. ونروح ناكل في المناطق اللي هي دي ونشوف احسن محلات ناكل فيها. واقترحوا علينا المدن اللي عاوزين، اللي باغيين تشوفوها. لو في عنده فنادق برضك في المحافظات يقول لنا الفندق ده مكانه فين وتكلفته ايه وسعره ايه، نروح نقعد فيه ونشوف البلد. نصور لكم منه. ماشي، اتفضلوا معانا. النهارده بقى صينيه سمك. ماشي، السمك ده سمك قراقير يا جماعه. قراقير اللي هي سمك نيلي، نادره جدا ما حد بيلاقيه. انا سالت لقيته قلت اشتريته ونعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده، معموله بالبطاطس والطماطم وبصل. دي حاجه صينيه سمك. تعالوا تغدوا معانا. تعالوا اتفضلوا معانا. ومعانا رز صياديه ببصله، ومعانا سلطه خضراء يعني بسيطه. اكلينا بسيطه. ومعانا عصير ايه النهارده عاملاه؟ عامله لكم العصير ديال عصير مش ماشي. هذه في قناتي. الطريقه دي يعني الطريقه دي موجوده في القناه بتاعتها، هي عاملاها النهارده. عصير مشمش يعني. الطريقه ديالها طعمه طلع حلو والله، ولقيت طعمه حلو. هو مش تحط سكر فيه؟ لازم. بسيط، عشان هو اصلا بيبقى لاذع شويه. اتفضلوا معانا. ما تنساوش تدعمونا، تشتركوا معنا في القناة باش يجيكم الجديد ديالنا. يعني حياتنا اليومية تنقدموها معاكم. يعني حياتنا اليومية مش حياتنا الخاصة، في فرق بين الجيل. معلش، احنا عندنا قاعدين حتة شعبية، الأنابيب والبياعين كتير قوي بيمشوا، يعني بيونسونا شوية. بيونسونا البياعين بره، وميكروفونات بقى وحاجة يعني حلوة. بص يا جماعه، الاوريك عامله زي السمك، هو فصيله اسماك قشر البياض. نحط له الليمون. هنوريكم، عمل لكم فيديو كيفاش عملنا هاد الصينيه. يعني تعليقاتكم كتهمنا، ورايكم تهمنا. نحس ان احنا فينا اسره كبيره ولينا عيله. مع ان انا عندي اخوات وعندها اخوات، بس كل واحد مشهور. يعني اخوات في مصر هنا وهي اخواتها في المغرب، بس كل واحد في حاله. الدنيا بقت تلاهي. العصير ده نص كيلو ديال مشماش، هتطلعي منه 2
او 2 لتر ديال العصير. نص كيلو مشمش حطيت عملت منه ايه؟ 2 طلعوا لنا 2 كيلو 2 لتر عصير. انا ما تروح تشتري لا سمح كله. هاد الرز بالبصله، يعني دايره بالبصله، كتحمري البصله في الزيت وتحط تولي معاك بنيه او قهويه وتحط عليها. عندكم الرز بصل؟ ما تقولش الرز يا جماعه. ممكن تعملوا كسكسي بالسمك بالحوض صح؟ مناطق تمام. مناطق ماشي يعني هو السمك بالحوت السمك بالكسكسي اغلبيه تونس اللي مشهورين. ياه. مع ان السمك عندكم متوفر يعني. لا تونس مشهوره به كثير. لا سمك بقى قولي له اي كيلو بالكيلو. اول مره تاكل يا جماعه النوع ده. اول مره ناكل النوع ده. القراقير. قراقير. حط يا ابو. كنصوروا لكم من الصالون. حنا صالة مونجي او الصالون. اول مره كنصوروا لكم من هنا. فيديوهات اخرى كنا مصورينهم من المطبخ. الحمد لله الاكلات بتاعتنا مفيش تحديات ولا نحاول احنا اكلنا عادي ومتواضع. مفيش مسخره كتير ولا حاجه. عادي يعني بسيط. يعني السمك ده نص كيلو. ما نجيبش بقى 3 4 كيلو ونفرشهم ونضايق الناس. يعني كاننا احنا كبار واعيين شويه. الناس اللي بتحط الفسفره زياده على اللزوم، يعني الناس ممكن ما تكونش معاها انها تاكل زيهم ويقعدوا يبصوا لهم في الاكل. دي تحدي ايه؟ تحديات كلام فارغ يعني. احنا عمرنا ما شجعناهم حتى كده. احنا قلنا نصور بس واحنا بناكل عشان يبقى ايه؟ تحس ان انتوا بتاكلوا معانا. يبقى اسره واحده، صح؟ ايوه. كانوا فعلا فلوس زيادات، ما هو ده لسه فيه. بنحط كتير ولا بنتحدى ولا يبقى مفجوعين ناكل 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 ناكل، وجزء الناس اللي ما عندهمش او مقدراتهم على قدهم كل واحد كيفاش كيخدم المحتوى ديالو. احنا محتوانا هذا. حوالي الناس الكبيره العاقله. السفر والرحلات والاكلات. ان شاء الله الاكلات بندوقها بره. ان شاء الله لا رحت المغرب نوريكم العادات والتقاليد ديال المغرب. المغرب جميله، رحتها مرتين يا جماعه. كل بلد لها طباع مختلفه.
اللي داخله تشاركت معنا، شرفتنا وشرفت القناه ديالنا، وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.